هل الأهلي محتاج صفقات هجومية بس؟ تعال نشوف إزاي الهزيمة قدام أورلاندو بهدفين مقابل هدف بتجاوب على السؤال ده وبكل وضوح. نبتدي بالهدف الأول. رباعي خط الدفاع، ياسر بقى كأنه الباك الشمال في الهجمة دي، كوكا ورامي قلوب دفاع، وخالد عبد الفتاح باك يمين، ولحد هنا الوضع طبيعي جدا. مع وصول الكورة للاعب نص ملعب أورلاندو، رامي عمل سكان وأخد باله إن المهاجم رقم 3 بيتحرك علشان ياخد الكورة الطويلة، إلا إن رامي ما أخدش أي رد فعل. وضعية جسم رامي غلط تماما. لو أنت بتدافع على كورة طويلة لازم تقف بوضعية جانبية، حاجة كده أقرب للي عامله خالد عبد الفتاح، علشان مفيش وقت تلف حوالين نفسك لو وشك للملعب والكورة اتحطت في ظهرك. وده اللي حصل بالفعل. شوف اللقطة هنا، هو مش بيعمل الباكورد علشان يطلع الكرة بشكل جمالي، هو بيحاول يتصرف وينقذ ما يمكن إنقاذه ويطلع الكرة بأي وضع، لأنه عارف إنها ما ينفعش تعدي منه. نيجي بقى لدور خالد عبد الفتاح في الهدف. الراجل كان واقف صح من أول الهجمة وعامل التغطية العكسية مظبوط جدا، ولكن في لحظة قرر إنه ما يشوفش الكرة أصلا وينزل براسه ويحط عينه في الأرض، وارتفاع الكرة واطي مش محتاج تنزل لها براسك، فما بقاش شايف الكرة. وطبعا قدر اتجاه الكرة غلط وراحت للمهاجم في وضعية انفراد لا يسأل عنه مصطفى شوبير. الهدف الثاني بقى،